عليكم ومرحبا بكم في حكاية جديدة مع أختكم زهرة. اليوم جبت لكم حكاية بزاف مشوقة وماشي طويلة بزاف. نتوما برك قلشوني بلي جامولي كومونتير والبارتاج مع العائلة تاعكم والأصدقاء. ويلا بدون إطالة صليوا على النبي ونبداو في الحكاية تاعنا. الفقر، الميزيرية، الجوع، المشاكل، هادو هما أفراد الأسرة تاعنا. هادو هما اللي نشوفوهم صباح وعشية وعايشين معانا. ما على باليش علاش العيلة تاعي كانت الوحيدة في القرية تاعنا اللي تعاني المرارة بأتم معنى الكلمة. المهم أنا الكبيرة في دارنا واسمني مليكة، وهذا اسمي الحقيقي. كان في عمري 19 سنة حبست القراية تاعي في البيام لأنه ما كانش لي يهتم بيا، إلا قريت ولا ما قريتش كيف كيف. كنت متوسطة في قرايتي وما نكذبش عليكم، أنا أصلا كنت أنا اللي حابة نحبسها، لأنه بابا المهمل والأناني ما كانش عنده ولا نقطة اهتمام بينا، كيما يقولوا وجوده من عدمه. نفس الشيء، لهذا قررت أني نحبس القراية ونعاون يما مسكينة اللي كانت تخدم في الديار، تفتل الطعام، تخدم عروسات، الطيب، تغسل الزرع. كنت أنا نخرج معاها ونعاونها. نروحوا لأختي اللي من مورايا واسمها ناصرة وبنتنا عم برك. ناصرة طفلة بزاف مجتهدة ومخ في القراية، رغم قلة الإمكانيات إلا أنها متفوقة. بينها وبين الزوجة تاع الكلاسة مسافة بزاف بعيدة. كانت من نوع الكاتوم، قليلة الظهور، قليلة الضحك، أو شبه منعدم. تحس باللي عندها طموح، تحسها حابة تلحق الحاجة بعيدة. أختي هذه ناصرة كانت قليلة الاحتياجات. مثلا لو كان حاشاكم ما تصيبش واش تلبس في رجليها، تروح تقرا بالبليغة وبدون كلام. ما كانش تهتم بالمظهر الخارجي بزاف، وبزاف صوالح راح تعرفوهم عليها. أخي جمال 13 سنة كان في عمره، يقرأ في الصيام وخارج النصير. أختي يشبه لها في القراية، بصح كان كل ما يكبر النهار يزيد يتغير للأسوأ، ويعرف باللي ماشي هذه هي الحياة اللي كان طالبها. كان يشوف صحابه يلبسوا ياكلوا مليح يخرجوا، كان يجي للدار مكتئب ويشكي علينا. بصح احنا ما نقدروا نديروا والو، لأنه المصروف اللي تخدمه يما مسكينة يا ربي ولا يسد الجوع تاعنا. الكل تعود على الأمر هذا إلا أنا. ما كنتش مقتنعة بالحياة هذه، ما كنتش قابلة هذاك الوضع. كنت نحوس على أي حيلة نخرج بها من الأزمة اللي رانا فيها. نعاود نرجع لكم البابا، قصدي الراجل اللي عايش معنا في الدار. تمنوني كون نقول لكم ما نعرفوا عليه حتى حاجة، حتى العمل تاعو وما نعرفوش يدا يخدم. هذا إذا كان يخدم من أصله، يخرج صباح بكري وما يرجعش حتى نص الليل. إذا ظهرت له يقضي معاه يجيب، وإذا ما ظهرتلوش عادي نقعدوا الشهر بلا قضيان. ولا على باله، ما يهتمش كامل بينا. حتى يما مسكينة ما كانش تعاتبه، لأنه حكموها كامل أمراض بسبته. واللي كانت تغيظ بزاف هو أنه ما يهتمش بينا من ناحية تربوية. مثلا أنا ولا أختي نخرجوا برا بدون سبب بتجيه عادي، وما يسقسيش كامل ورانا رايحين. نروحوا لافامي تاع بابا، ما ناش محبوبين من جهتهم، والسبب هي يما ما كانوش باغيينها له من الاول وكانوا كارهينها، وإحنا كيما نقولوا ورحنا في الجرة تاعها. لهذا التواصل معهم كان منعدم. أما لافامي تاع يما حنان علينا بالبزاف. خالاتي خوالي كانوا كامل يحنوا علينا من داك برك، لأنه هما تاني زواولة مساكن. ما نطولش عليكم لأنه رايحين تكتشفوا بزاف صوالح. العام هذا كان عندنا صيرة اختي باك. واحد اليوم راني شافيه كانت تشتا طيح، وكنت انا نغطي في الكوشه تاع الطين باه ما تشمخش. سمعت الطبطيب في الدار، رحت نفتح صبتها عجوزه، قالت لي يماك رقيه راهي هنا. قلت لها واه دخلي تفضلي. دخلتها سلمت عليها وقالت لنا انا فلانيه وبعتتني ليكم فلانه، قالت لكم غدوه صباح تكونوا عندي باه تغسلوا معايا الزرع. قالت لها يما ماشي مشكل، غدوه نجي انا وبنتي. شي عادي هذا، انا ويما معروفات بهاد الخدمه. غدوه من داك الصباح بكرنا وكامل خوتي راحوا يقراو، وانا ويما رايحين عند هذيك المراه على جال هذيك الخدمه. المهم كي وصلنا صبناهم يسكنوا في فيرما كبيره، عندهم المال البقر النعاج، يعني لاباس عليهم. استقبلونا عادي، وراونا الخدمه اللي نخدموها، وتكلنا على ربي وبدينا. كنا نسيقوا في واحد الساحة حذاها باب كبير. بعدها بواحد الزوج سوايع هكاك جاو عندهم زوج بنات حتى الله يبارك لبسة دهب ما نحكي لكمش، ويبانوا باللي من لافامي تاعهم والله اعلم. المهم بقينا نخدمو حتى الحق وقت الفطور. جابت لنا واحدة فيهم باش ناكلو من هادوك البنات اللي دخلوا.
سلمت عليها وحطت لنا الفطور وبقات غير تشوف ليا، ومن بعد صونا لها التليفون تاعها وراحت تهدر. ما نكدبش عليكم، غرت بزاف منها، غرت غيره شديده. هادي باش فايتتني انا. خليتها حتى كملت الهضره في التليفون ورحت لعندها. قلت لها انتيا راني مشبهاتك لوحده. بدات تضحك، قالت لي لمن. قلت لها وحده تقرا مع اختي. هي زادت في الفوليوم تاع الضحك، قالت لي بصح انا مانيش قاريه. او خلعت. كامل هذه الحطه ماكش قاريه. قلت لها على كل حال حتى انا مانيش قاريه، بصح مانيش حاطه كيما انتي. قالت لي صح ماكيش قاريه وماكيش حاطه، بصح ما تخميش. قلت لها كيفاش ما نخممش. قالت لي شوفي، اروحي ليا الحانوت فلاني تاع مواد غذائيه اللي جاي في الزنقه فلانيه، تصيبيني انا وبابا واختي خدامين فيه تما، ثم تعرفي كيفاش تكوني حطه وكلاس. وراحت وخلاتني. رجعت انا عند يما نكملو خدمتنا، لكن عقلي ماهوش عندي. هذه وش تخدم؟ اللي تلفت لي كامل حساباتي هي باباهم معاهم. بقيت متشوقة وقلت لازم نروح عندها. المهم كملنا خدمتنا تما، خلصونا ورجعنا للدار. غدوة من داك الصباح بكرت وقلت لي يما خصنا قضيم في الدار، روح نقضي ونجي. ورحت لهذيك البلاصة اللي وصفتها لي هذيك الطفلة. رحت لهذيك الطفلة اللي أصلا أنا ما نعرفش اسمها. المهم رحت ليها للبلاصة اللي وصفتها لي وسقسيت عليها ودوني حتى لعندها. وجميع واحد كنت نسقسيه عليها يبقى مستغرب لأنهم هما معروفين تما. وسيفري صبتها هي وباباها وخوتها يخدموا في حانوت تاع مواد غذائية غير صغير ماهوش معمر بزاف. وصبتها هي كانت تهبط في واحد السلعة. كي شافتني جات تجري ليا وبدات تعيط: بابا بابا، اجري اجري شوف شكون جا، صاحبتي جديدة اللي خبرتك عليها. جا باباها مع خوتها واستقبلوني عادي، وكانوا يسقسوا فيا. وانا ما نكذبش عليكم بقيت خايفتهم وهيبتهم. مستحيل بهاد الحانوت الصغير داروا كامل هادو دراهم وداروا الشهادة. المهم ما خليتش الوقت يزيد يفوت بزاف، وشفت فيها وقلت لها بصح انا اسمك ما نعرفوش. بدات تضحك وقالت لي صح عندك الحق، سمحيلي، انا اسمي اسيا، واختي واسمها زبيده، وبابا واسمه عبد القادر. قلت لها ايه المفيد؟ الخدمه اللي قلت لي عليها وش هي؟ بديت متلهفه وش يخدموا هادو. كي سقسيتهم على الخدمة بقاو يشوفوا في بعضهم. ومن بعد نطقت زبيدة خوتها، قالت لي لا لا يا بنت الناس، الهضرة ماشي هنا، أرواحي ندخلوا للدار نفطروا ونخبروك. زدت أنا خفت، بقيت نبلع في ريقي، بصح درت كوراج وقلت مستحيل يديروا لي حاجة. ودخلت معاهم لدارهم اللي كانت لاصقة في ظهر تاع الحانوت، وخلينا باباهم تما يخدم. صدقوني يا خواتاتي، واحد القش واحد الصنعة ما نحكي لكمش، كلش يبرق، كلش عبز يسيح كيما قلت لكم، بقيت مدهوشة. دخلوني للصالة تاعهم عايشين وحدهم، يماهم مسكينة ميتة ربي يرحمها. جابوا لي الفطور وانا قاعدة لما رجليا ودايرة يديا في وسطهم خايفة. نطقت اسيا وقالت لي اسمعي، اللي رايحة نقوله لك دوك يبقى السر فيما بيناتنا. إلا بغيتي تخدمي صحة، وإلا ما بغيتيش تخدمي انتي حرة، بصح إلا هدرتي لكاش واحد ما تلومي غير نفسك. أنا لهنا زدت خفت وفي نفس الوقت تحمست، هادو واش يخدموا؟ قلت لهم ايه نخدم قولي برك. قالت لي احنا نسرقوا. ضحكت لهم في وجههم، قلت لها ولا غير راني سيريو واش تخدم، غير قولي برك نخدم راني واجده. عاودت اكدت لي الامر وقالت لي كيما سمعتي حنا نسرقوا. سكت انا وبقيت نشوف في وحده ونصد الاخرى ومدهوشه، لساني بلعته. قلت لهم ما فهمتش كيفاش تسرقوا وواش تسرقوا. قالت لي هنا ما نخبروك بوالو دروك، روحي لداركم خمي مليح، وكي تقبلي روحي نحكوا لك كلش بالتفصيل. بصح اللي نقولها لك، رايحه تهربي للزمان وتهربي عيلتك معاك. نط من بلاصتي وقلت لهم انا ما نقدرش نخدم خدمه كيما هكا، وجيت رايحه. كي وصلت للباب ورايحه نخرج نطقت اسيا، قالت لي استناي. جات قربت ليا وفتحت لي يديا ومدت لي 500 ألف. بديت نفيبري. هذاك الوقت عمركم مش معناتها 500 ألف، كنا نخدموا شهرين وما نصوروهاش. قالت لي هذه ديها لمامك تعاون روحها بيهم. قلت لها لا لا ما نديش يعطيك الصحة. قالت لي ماهيش ليك ليماك اللي مسكينة نقسم ظهرها ما تبونيش عند الناس. شحال أثرت فيا هاد الكلمة، وغزت معاها وفي نفس الوقت عرفتها بلي هذه سياسة من عندها باش تصيدني.
قالت لي روحي طريق السلامة وحد ما شاف حد. رحت أنا وطريق كاملة وأنا غايسة، وصلت للدار وأنا غايسة وعقلي ماهوش عندي، وبدا الشيطان يخدم في خدمته، وبديت نصيب في الأحذار لواش راني رايحة ندير، وبديت نقول لوين تا وحنا على هاد الحال، لوين تا وحنا إذا فطرنا ما نتعشاوش، لوين تا وحنا قاعدين نتوالى بين الناس. وقررت باش نخدم معاهم ونصوفي عيلتي، لا بغا على حسابي أنا ما عليه. في الليل حطينا المايدة تاع العشاء وبقينا نتعشاو، وانا قاعده نطلع ونهبط كيفاش راح نبداها اليما. بصح باينه بلي مش راح نقولها الصح، بصح لازم اني نقولها لقيت خدمه باش هكا نقدر نخرج كي تكون كاينه. في الحقيقه يما دايره فيا ثقه عمياء، يتسمى ما تحسبنيش كامل، بصح في الخدمه تاع برا وكل يوم ما على باليش ردة فعلها وش راح تكون. المهم قاعدين كي تعشينا وكملنا قلت لها يما لقيت خدمه. شافت فيا وبدات كشغل مستغربة، قالت لي تعش الخدمة هذه وين لقيتيها؟ قلت لها شفيتي على هذيك الطفلة اللي هدرت معاها كيما رحنا عند هذوك الناس نغسلوا الزرع؟ قالت لي هيه مالها؟ قلت لها هذيك عندهم حانوت ورحت انا لهم اليوم وين تخدم وراهي باغيه تخدمني عندهم. سكتت يما شويه ومن بعد قالت لي كيفاش تخدمي واش هو الوقت وكي دايره الخدمه هذه في الحانوت؟ قلت لها والو غير نسيق لهم ونقي الحالة ونحول السلعة معاهم يعني نعاونهم. قالت لي بصح هذه الخدمة تاع الرجال تنضري والناس كامل يولوا يعرفوك. قلت لها حي كي شغل الفتيل والغسيل الزرع عند الناس ما يضرش. قلت لها شوفي يما انا ولا غراني باغيه نخدم شغل راني طامعه فيهم، قلت منها نخدم ومنها يمدوا لي من الحانوت واش نسحقوا للدار وبينه بلي ما يحش يخلصوا عليا كيما الناس يعطوني باطل. قالت لي خبري باباك وشوفي وش يقول. قلت لها يا حي، قلت لها باش يولي طامع فيا وزوج دورو تاعي. قالت لي مهما يكون يبقى باباك ولازم تخبريه. احنا ما كملناش هضرتنا وهو دخل قال لي ماليكا جيبي لي العشاء. اديت له انا العشاء للشمره وخبرته. تمنوا وش قال لي؟ قال لي نحرقي كي راكم تروحوا لديار الناس تخدموا راكم تشاوروني. انا في الحق ما تخلعتش كامل، كنت متوقعه هذا الرد منه لانه عديم الاهتمام. المهم تفهمت أنا ويما ووافقت يما على الخدمة، وصباح أنا رحت لعند آسيا. كي شافتني تبسمت ولا قالت لي برا، قالت لي عرفتك بلي راح تولي، قالت لي تبعيني وتشوفي حياتك كيف راح تبدل. قلت لها المهم أنا قلت لماما بلي راني خدامة في حانوتكم. قالت لي إيه هكا مليح، هكا باش ما نصيبوش بروبليم في الخرجة تاعك. قلت لها كيفاش ضربك؟ قالت لي تبعيني. دخلتني للحانوت وعمرت لي زوج ساشيات تاع قضيان، سكر قهوة زيت فارينة سميد من كل خير. قالت لي روحي وغدوة تبداي معنا الخدمة. قلت لها بصح وش من خدمة تاع الحانوت ولا اللي حكيتي لي عليها؟ قالت لي عندك الزهر، غدوة عندنا خرجة لواحد المضرب ورايحة تدي فيها مصاريفة تعيشك قيس عام. بديت نفيبري في بلاصتي. قلت لها بصح تعواه. قالت لي دوكا روحي وصباح كي تجي نفهمك مليح، ما تنسيش برك تبكري. رحت انا للدار ومعايا هادوك الساشيات. كي شافتهم يما مسكينه فرحت قالت لي هادو واش؟ قلت لها مول الحانوت تكرم عليا وقال لي اليوم ما كاش خدمه صباح بكري وعدنا خدمه نقلو السلعه. المهم هذيك الليله ما رقدتش بيت نخمم، الخوف الرهبه. الصباح بكرت ورحت للحانوت صبتهم يستناو فيا لابسين واحد الحطة تحسب هذا وين حطتهم الطيارة، مع اللي هما شابين ما نحكي لكمش. قالوا لي وش هاد اللبسة اللي راكي لابستها؟ ادخلي معانا. دخلوني ولبسوني اللبسة من لبستهم، وجت طونوبيل شحال شابة ودتنا، كان فيها واحد الراجل كبير داير نواظر تاع الطبة تحس به دكتور. خرجنا خارج الولاية تاعنا، أنا رايحة ونفيبري في بلاصتي، مانيش قادرة حتى نسقسي وين رانا رايحين وش رانا رايحين أصلا نديرو. وهما يضحكوا يقصروا بحكم هما مولفين وعلى بالهم وراهم رايحين. شافتني أسيا وقالت لي اليوم أنتي ما راح تديري والو، أنتي شوفي برك بعينك وتعلمي، ما عليك والو اليوم. المهم وصلنا لواحد البلاصة يبيعوا فيها غير الذهب. دخلنا لواحد البيجوتري وكي دخلنا راحت ليه آسيا قالت له خويا تشري الكاسي. بقى يشوف فيها وكشغل مخلوع. قالها ايه اختي انتي تعاودي ولا تسمسري ولا تاعك وبغيه تبيعي؟ قالت له هاد الحطه كامل والشبوب هذا كامل بنت لك سمساره. لا لا الحمد لله هذا تاعي. قالها وكامل هاد الحطه وراكي دايره خاتم تاع فضه.
صح، روماركيتها كان دايرة خاتم تاع فضة وفيه عين زرقاء وشوية مسخة. قالت له نمدلك كامل هاد الذهب تاعي باطل وما نبيعلكش هاد الخاتم بالملاين. قالها معليش واش عندك؟ جبدت له هي حفنة تاع ذهب في واحد الكتانة. ومن بعد بدات زبيدة خوتها تبكي وطردت بالبكا. انا انخلعت. حوجي، هذه مالها غير ضربة كانت مليحة. قالت لها آسيا والله كون عرفت هكا ما نجيبك معايا، تظلي دمعي في عينيك وتنوحي. قالها هذاك الصيغي وش بيها هذه؟ قالت له راهي مشيبتني، هذه اختي وهذا الذهب تاع يما الله يرحمها، رانا في 4 سنين من اللي ماتت تما ربي يرحمها ومازال ما تقاسمناش الذهب هذا، واخواتاتي راهم باغيين يتقاسموا ويدوا كامل حقهم وهي ما بغاتش. قالت انا ريحه المرحومه ما تبيعوهش. انا بغيت حلا فمي، اندهشت من هاد الفيلم. كي قالت اسيا لصيغي هكاك زبيدة زادت في الفوليوم تاع البكا. راح هداك الصيغي مسكين يجيب لها الكرسي باه تريح. تأمنوا يا البنات في رمشة عين. كي دار هو باش يحوس على الكرسي هبط راسو باه يجيبو. انا ما شفت غير يد تاع اسيا كيفاش خطفت واحد السنسلة، يا ماشي سنسلة حبل كبيرة بزاف. هو مسكين لاهي مع خوتها وغيضاتو ويقولها هذه هي الدنيا ويصبر فيها وانا نفيبري في بلاصتي. واللي خلعتني كتر السبة اللي داروها باش يخرجوا من عند الصيغي باش ينسوه في البيع وفي الكاسي وفي القصة تاع البيع والشراء. الصيغي هذاك مسكين مأمن وحاسب بلي الحكاية صح، والمشكل كبير ما حسوا لا بخوف لا والو، جيتهم عادي. قلت لكم بقى يهدر معاها ويصبر في زبيدة حتى دخل هذاك الراجل اللي جبنا في طونوبيل. قالها هياي راكم بطيتو. قالت له راكي تشوفي زبيدة بنتك كالعادة يجيها البكا غير تشوف ذهب تاع يما ولا تسمع بيه. ايا شاف فيها وحكمها مصدرها نوضها وقالها انتي ديما مبهدلتنا، ديما نوضي نوضي الله ما تزيدوا تحطوه هنا رجلكم. انا الرخيص اللي ساعفتكم وجبتكم هنا، الناس كامل سمعوا بلي عندكم الذهب وباغيين تبيعوه. هذاك السايغي مسكين قاعد يهدي فيه ويقول له خلاص يا عمي بشويه عليها. واسيا قالت له ايه اديها انت الطوموبيل وانا دوك نتفاهم مع السايغي ونجي. قالها والله ما تزيدوا هنا دقيقه. شبكهم في زوج من صدرهم وخرجهم وبقى يبهدل فيهم ويطيح لهم حاشاكم وهما دايرين رواحهم زعما يديروا في سبهدايل. تبعتهم انا كيما الداندو ماني فاهمه والو. خرجنا وركبنا وقلعنا وحد ما شاف حد. احنا غير درقنا. زبيدة قالت له يا ابن عمي ضريتني هاد الخطرة وبداو يضحكوا وانا غير حلا فمي. جبدت اسيا هذيك السنسلة ورتها له وهو بقى يقلب فيها وطرطق عينيه قال هادي افير مليحة. قلعنا وانا بقيت نشوف من ورايا ونقول غير دوك يلحقنا قاعد شادة في قلبي وكلمة ما هدرتهاش. في الطريق قالت لي اسيا هذه هي خدمتنا وانا ما هدرت والو. في الطريق دهموا عند واحد ووزنها لهم وعطالهم فيها 7 ملايين ونص. كون هاد الوقت كون راهي فات 30 مليون ولا اكتر باسكو كبيرة وخشينة. اعطاوني انا 1,5 مليون وهما اداو كامل زوج ملايين. قالت لي اسيا هاكي هادو ومازال الخير للقدام. ما بغيتش نشدهم مازلت فيا الرهبة. دارتهم لي في الصاك وداوني للدار. كي جيت نازله من الطوموبيل قالت لي سمعي شدي هذا التليفون خليه عندك كاش ما كاين رانا نعيطولك. قلت لها لا ما نعرفش فيه، كان تليفون سامبل لذاك الوقت. قالت لي لا ما تخلطيش فيه كي نعيطولك رفدي برك وغدوه ما تجيش الحانوت. اديته وانا وخزنته وهبط رايحه نتمشى للدار مانيش حاسه بركابيه من قوه الخوف. الدراهم، تليفون، سرقه، ضربه واحده بزاف عليا. المهم وصلت للدار باسكو حطوني شويه بعيده عليها ويما مسكينه بقات تسقسي فيا على الخدمه وانا عقلي ماهوش كامل عندي ومانيش حاطه معاها كامل وشي تهدر. وما نكذبش عليكم في هذيك الدقيقه غلب عليا الطمع والفرحه كتر من خوف تاع ربي سبحانه. المهم غزرت في هذوك الدراهم وهذاك التليفون خزنتهم. وغدوه من داك بقيت انا نقضي في شغل تاع الدار نورمال عادي كي شغل ما صرا والو. في الليل حطينا العشاء وقعدنا نتعشوا كامل في رحبة. احنا رفدنا المغارف وهو دخل باب علينا دار الكرسي نيشان وقعد توالنا. قال لي راني جيعان. جيت في وقتي. قعدنا نتعشاو مع بعض وساكتين واحد شوية حتى صونا لي هداك التليفون. الماكلة حصلت لي في البلعوم تفيكسيت في بلاصتي وعينيا كانوا في الطبسي تاع الماكلة وقلبي خرج من بلاصتو. دارنا بقاو يشوفوا في بعضهم ومخلوعين. من بعد نطقت يما
قالت شوذا وين راه هذا التليفون؟ شفت انا في نصير اختي وعينيا يبرقوا فاقت لي. من بعد نطقت وقالت ايه هذا التليفون تاع استاذتي. قالها بابا شي يدير عندك؟ قالت له عطاته لي استاذتي باش تعيط لي على جلبه نتلاقى وحنا جماعه تاع كلاسه في يامات العطله ونقراو للباك. قالها ايه هذه بدعه جديده وين تصرات؟ وبما انه بابا ويما يعرفوا بلي نصير اختي عاقله وخاطيها ما قالوا لها والو. ناضت جاباتو ورفدت على اللي كان يعيط وبدات تقول ايه خلاص خلاص استاذه نجي ان شاء الله. ايا ناض خويا هذاك يشابك فيها ويقولها اعطيهولي نشوفه اعطيهولي. وانا مازلت الماكله لصقت لي قريب جفت. راح بابا لشمبرتو ويما قاعده تتفرج وانا رفت الميده تاع العشاء وديتها الكوزينه. وانا صير اختي قاعده تخلط في هذاك التليفون هي وجمال خويا. وانا نقول يا ربي يا ربي وش راح نقولها؟ لانه ما نكذبش عليكم ناصير اختي نخافها اكثر من بابا ويما لانه صارمه ومستحيل الغلطه معاها. قعدت انا نخمر في الماعن حتى دخلت عليا اختي الكوزينه ودارت المرفق تاعها على الكادر تاع الباب. قالت لي هذا تاع من؟ سكت انا ما صبتش نقول لها. قلت لي المهم رجعيه لماليه وخليك من العفايس هذو تاع المراهقات خلينا من الفضايح راه اللي فينا مكفينا. قلت لها هذا تاع مول الحانوت اللي نخدم عنده يعيطوا لي كي تكون كاينه الخدمه. حطته لي فوق الطابله وراحت بلا ما تنطق حتى كلمه. رفدت وانا نحيت له الباتري ورحت دسيته. غدوه من داك الصباح بكرت ورحت لعند اسيا ما صبتهاش تما. صبت غير زبيده خوتها عطيت لها التليفون وقلت لها قريب باسيتوني. قلت لي كون خبرتيهم وقلت لهم تاع الخدمه. قلت لها لا ما يقبلوش. المهم قعدنا مجمعين في نفس الوقت قاعده نخدم في هذاك الحانوت. قلت لها معليه نسقسيك؟ قالت لي واه تفضلي. قلت لها علاش خيرتوني انا نخدم معاكم؟ كاين بزاف بنات خير مني ويقدروا يخدموا هاد الخدمه. بدات هي تضحك وقالت لي تبغي الصح بيك انتي اللي نقدروا ندخلوا للديار. قلت لها ما فهمتش. قالت لي بما انك انتي معروفه انتي ويماك بشغل تاع الدار هذه فرصتنا باش حنا ندخلوا للديار تاع المرفهين. قلت لها واه لا غير هذه اللي ما تصراش. قالت لي يا الجيحه هذه سهل على سرقه تاع الحوانيت. قلت لها كيفاش انا ندخل للديار على اساس الخدمه ومن بعد نروح نسرق الناس باينه بلي راح يفيقولي. قالت لي السارق ما يتسماش سارق الا ما خلا والو من موراه. ما خليتهاش تكمل وقلت لها لا غير هذه اللي ما تصراش. قالت لي معليش يا سيدي ماشي دوكا كي توالفي معانا ومن بعد ساهل. المهم انا كي جيت رايحه تلاقيت مع اسيا جايه للدار. قالت لي مزيان لي صبتك هنا. قلت لها غير الخير. قالت لي جبت لك افير ما تمنيش راسك. قالت لي واحد الاساتذه عندهم يماهم مريضه وخاصتهم وحده تقومها وتخدمها. قلت لها معليش نخدم. قالت لي يا الجيحه وقيلا كيف فرحانه بهذيك الالف اللي يعطوها لك ها؟ قالت لي يا الجيحه اني نقول لك استاذات اساتذه. قلت لها كيفاه فهميني؟ قالت لي بما انه يماهم ما تنوضش من الفراش لازمك تقلبي لي الدار تقلاب سافيها على عاليها راه عندهم الدراهم والذهب. سكت انا. من بعد قالت لي روحي ماشي لازم النهار الاول مازال عندك الوقت في غرضك. المهم غدوه تبداي الخدمه الجديده تاعك. قالت لي صباح بكري وروحي عندي نديك نعرفك بيهم قبل ما يروحوا لخدمتهم. المهم انا قلت الله يسهل نروح انا نخدم بصح ما نسرقهمش نتسبب لها ونقولها ما صبت والو. المهم سلمت عليها وبقيتها على خير وجيت رايحه حتى حبست عندنا طونوبيل تاع لي جوندارم. كي نقول لكم قلبي طاح في ركيبي قلبي طاح في ركيبي مت في بلاصتي. فتح واحد فيهم الكارو وقالها ايه اسيا كي راكي؟ قالت له اسماعيل راكي مليح؟ قالها والله نعمه. قالها كي راه عمي سليمان على باباها؟ قالت له راه مليح الحمد لله. ومن بعد قالها يا الحمد لله كي راكي بخير وسلمي لي على بويك وراح ما كثرش معاها الهضره. المهم انا مت في بلاصتي وحييت قريبت غاشيت. قلت لها شكون هذا وكيفاش يعرفك؟ قالت لي يا ودي هذا يعرف بويي هو اللي باع له طوموبيل وبقى مداصرو. وتبان ولا على بالها ماهيش كامل خايفه. المهم كي قالت لي هكا ريحت شويه ومن بعد رحت للدار. هذيك الليله بت نخمم على الهضره اللي قالتها لي اسيا على هذوك الاساتذه اللي رايحه نخدم عندهم. كنت حاسه روحي مانيش انا اللي قاعده نتحكم في تصرفاتي وفي روحي. تحسب زوج بني ادم عايشين في واحد يقول لي تبعيها تترفهي وش راهو عجبك في هاد الحياه. وواحد يقول لي ما كانش اللي مات بالجوع ما كيش غير انت الفقيره وما توكليش داركم الحرام. بيته متخابطه مع روحي. صباح بكرت عند اسيا باش تديني لهذيك الدار وصبتها تستنى فيا. رحنا نجرو باسكو كنا روطار. كي وصلنا صبناهم يستناو فينا هادوك الاساتذه
هما زوج أستاذات كبار في اللاج وماهمش متزوجين. عرفتني بيهم، دخلوني وقالوا لي هاوليك الخير كامل قدامك وكلش قدامك، تهلا يبرك فميمتنا، والعشية كي نجو انتي تروحي لداركم. اياك شغل كانوا مزروبين على الخدمة تاعهم، وكي جاو رايحين قالوا الاسيا انتي قعدي معاها وري لها. ايا انا استنتجت بلي كانوا يعرفوها مليح مليح. المهم هما خرجوا وحنا بقينا ندورو في هذيك الدار اللي كنت معمرة قش ومسقمة الله الله، متولة كيما يقولوا. حنا بقينا نشوفو هذيك العجوزة مسكينة خليناها ونسيناها كامل. هيا انا بقيت مخلوعة في الدار، واسيا تشوف هاك وهاك وتقولي وين راهم دايرين ذهبهم وين. قلت لها باينه في شنبرتهم، بدات تضحك قالت لي مازال كينيه. قالت لي روحي لشنبرتهم. صبناها مفتوحه. قالت لي شوفي حوسي واذا صبتيه نزيد لك ذهبي، وقاعده تضحك عليا. قالت لي يكونوا داسينو في بلاصه خلاف ما طيحش كامل على الراس. من بعد قالت لي شوفي هذه خدمتك انتي، مع الايام يسموك تعرفي وين راهم داسينو باسكو عندك الوقت. ومن بعد قالت لي هيا انا نخليك ضربك وتهلاي في يماهم ونقي مليح باش يبغوك. راحت وخلاتني وانا لبست شنقله تاع بلاستيك وحكمت البيدون والنشف حاشاكم، وبديت الخدمه تاعي. خطره على خطره تعيط لي هذيك العجوزه كش ما نتقضي لها صالحه. تأمنوني ارتحت لهذيك الخدمة، وما كنتش كامل حتى مع واش قالت لي آسيا على سرقة وذهب ودراهم. هذاك النهار فوتو غير ميناج نحك ونغسل، وهذيك العجوزة في كل دقيقة نروح ليها نقولها واش خصك. دوشت لها بدلت لها وهي فرحانة. المهم على العشية جاو هذوك الأستاذات نخلعوا، صابوا كلش يبرق بريق، بقاو غير يشوفوا في بعضهم وفرحوا بيا. بصح قبل روماركيت وحده فيهم طلعت تجري للسطح وعاودت هبطت بالخف بكسوتها بصبتها بكلش. ومن بعد قالوا لي تخلصي بالنهار ولا كل سمانه. قلت لهم لا لا خلو كل سمانه خير، وجيت رايحه. قبل ما نخرج قالت لي وحده فيهم ارواحي تبعيني. ادتني للكوزينه وفتحت لي الفريجيدار وقالت لي نقصي من هاد الخضره ودي شويه لداركم، حنا تقعد لنا غير هكاك وتفسد. في الاول حشمت وقلت لها لا لا، ومن بعد راحت جابت لي ساشيه وعمرتها لي. المهم رحت انا للدار وميته بالسعاده، وبقيت نقول وعلاش انا كي نخدم هكا بالحلال ماشي خير من السرقه والحرام. بصح الدنيا كانت عندها قرار واحد اخر، لانه كي وصلت للدار صبت لومبيلونس حدا دارنا، والناس كامل متدورين بالباب. طحت في بلاصتي وما قدرتش نزيد نقدم، ما قدرتش حتى نسقسي واش كاين.